بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم توجور توتا استيس في دي زاستيس جدد، في تدابير جديده ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده. اليوم جبت لكم استيس جديده تاع ماشي جديده، هي قديمه بزاف من قديم الزمان. بيت الخزين. بيت الخزين كان في جداتنا، كانوا امهاتنا يديروه للعولة تاع الدار. نورمالمون يكون فيه كل شيء، كاع المواد الغذائيه، الحبوب، البقوليات، آه، فيه مواد التنظيف، فيه كل حاجه تلقاها فيه، سميد، فرينه. المهم حاجه اللي تعولي عليها مما يكونش عندك ولا ما تقدريش تخرجي راكي تستعملي من بيت الخزين. اول حاجه انا عمري ما درته. غادي ندير اول تجربه. خصصت لها 200 الف، وشريت بعض المواد غادي ندسهم في بيت الخزين. هو ماشي بيت الخزين، غادي ندير ايطاج تاع الخزين، حق تاع ربي ما عنديش حاجه بيت خاص. راك عارف، حاجه ملي تكون دار صغيره ولا ما يقدروش يديروا مكان بيت يديروا اون شوم سبيسيال باش يديروا يخبوا فيها الحاجات. المهم انا شريت هاد الصوالح، وبقات لي هاد الصروفات غادي نديرهم في الحصاله تاعي. شريت قرعه خل، خل جو بونس 9000. هذا 16000 بينغو، هذا عشقي الله يبارك. منتوج ما شاء الله، منتوج جزائري زعما يستاهل دراهمه معليش. شريت ملح اللي مازال ما فاقوا ولا شو زادوا فيه، راه هذاك 30 دينار 3000. السكر كريستال اللي راه 9000 و 9000 كل حانوت كيفاش يبيعه. اروما 27، قهوه المفضله اللي عندي نحبها بزاف. الروز 8000. الصول ما شاء الله 18000، الخطره غلاوها تاع الصح. بقاو لي هاد الصروفه غادي ندير بهم، غادي نديرهم في الحصاله تاعي حتى ربي. بون غادي نعطيكم شيره طريقه بيت الخزين. طريقه بيت الخزين تكون اساسيات بيت الخزين عندها 3 طرق. الطريقه الاولى، الثانيه، الثالثه. الطريقه الاولى الاحتفاظ بالمواد الباقيه من الشهر الباقي. الناس اللي ما تقدش باريزون ما تقدش تشري ولا في لافين تاع الشهر تبقى شويه ريفيتايمون، هذيك ريفيتايمون يخبوها في بيت الخزين. باغ اكزومبل قالت لها كيلو سكر، قبصه طوماطيس، حاجات هكا دسهم ابا، ما تستعملهمش في الشهر الجديد، دسهم في بيت الخزين. الطريقه الثانيه شراء مواد، ماده او مادتين كل شهر زعما زائد، كيما انا درت 200000 ووفرت منها شويه باش نديرها في الحصاله تاعي. نفس الشيء. الطريقه الثالثه هي الاحتفاظ بمبلغ مالي. حاجه الطريقه اللي كنت نديرها من قبل، كل شهر نقلع مبلغ مالي ندسه للشتاء ولا ندسه لرمضان ولا اي مناسبه تجي، ان شاء الله يكون غير مناسبه الملاح. علاش نديرو حنا لماذا بيت الخزين؟ علاش نديرو بيت الخزين؟ الاولى للتوفير، الانسان يوفر شويه في المصروف، ونتعلموا الاقتصاد ونستحفظوا على المواد، ماشي غير التبذير ونرموا صوالح في لابوبال. ثاني ربي ما يبغيش التبذير. الدراهم اللي يبقوا لك هكا تجمي ديري بهم كاش استيس تدخلي فيه مشروع، توجور يكون عندك فائض من المال. وتحسي وانسان يحسن من حياته، من ظروفه، من حياته، من معيشته. كل حاجه تزيديها وكل حاجه توفري فيها وكل حاجه تقتصدي بها انت رابحه والله العظيم. اي انسان باسكو العشوائيه في الحياه ماشي مليحه والله العظيم. الانسان اللي يعيش بعشوائيه، ماشي منظم في حياته، ماشي منظم في مصروفه، ما يعرفش على يصرف. انا افون ما كنتش نعرف نصرف، كنت الاولى ما كنتش كان خاطيني كاع المصروف، ما نكذبش. من بعد مع الوقت انسان يطيح في ظروف هكا يولي مسؤول، اوبليجي عليه يصرف، اوبليجي عليه يقتصد، اوبليجي يتعلم. مع الوقت وليت تعي بشويه وليت نتعلم كيفاش نشري، كيفاش حاجه المناسبه نشريها، حاجه ما نسحقهاش ما كان نشريها. نشري الضروريات، ما نشريش انا حاجه اللي نستعملها مره ومن بعد نرميها.
بارفو نشرو حاجات مانيش عارفه غير مع عندها، اقسم بالله حاجات دي فوا نشروها غير مع عندها. دي فوا نلقاو وحده شفنا عندها ارتيكل، غادي نوريكم باغ اكزومبل ارتيكل انا استعملتها خطره ما عاودش استعملتها صبروا دقيقه. باغ اكزومبل انا شريت هذه والله بلات غير في القجر كاع ما استعملتها خطره ولا زوج وما عاودش استعملتها. هذه صورت فيها خطره قاطو من تما ما عاودش استعملتها. دي فوا حنا نلقاو روحنا شرينا حاجات والله ما نستعملوهم. دونك الانسان نشري حاجه اللي نسحقها، حاجه اللي راها فريمون نحتاجها. شري بلا سبه ما عندها حتى، ومن بعد تقولي خاصني نصرف خاصني يدير كوما ما شريتيش هذوك الربوج وديك الخرده اللي شريتيها يبقى لك مصروف وتفوتي شهرك. لازم مرتاحه. المهم نقول لكم ان شاء الله يعجبكم حاجات اللي راني نحطهم لكم. مرحبا بكم، لا تنسوني جيم وابوني، فرحوني بتعليقاتكم و بون جورني بون فيل جورني باسكو رانا العشيه. والسلام عليكم، باي باي.